جاكي شان كان مطارد من مجموعة مأجورين. بعد ما نط سور، المجموعة كملوا وراه من غير أي تردد. ساعتها جاكي شان خد باله إنه بقى متحاصر. اندفعوا عليه ومعاهم مضارب بيسبول. جاكي شان جري بسرعة ناحية مخرج وفجأة نط لتحت. في اللحظة دي عربية نقل عدت بالصدفة. على طول لزق جسمه في الحيطة عشان ما يخبطش في صندوق العربية، وصندوق النقل عدى من جنب جسمه على بعد سنتيمترات قليلة. لما بص لفوق تاني لقاهم جايين عليه تاني. ما كانش قدامه غير إنه يطلع لفوق، بس عند المدخل لقاهم سبقوه ومتمركزين. فضلوا يهزوا مضارب البيسبول وضربوا جاكي شان بقوة. في لحظة جاكي شان نط على سقف عربية وفضل يتدحرج كذا مرة ورا بعض عشان يفلت من الضربات. عشان يهرب من المطاردة طلع تاني على سور حديد ورفع نفسه لدور أعلى. بعد ثواني قليلة وصل لسطح المبنى، لكنه مصدقش لما لقاهم داخلين عليه جماعي من المدخل. جاكي شان استخبى بسرعة وهم فضلوا يفتشوا المكان من غير ما يوقفوا. في الآخر واحد فيهم اكتشفه وهو مستخبي جوه عربية مركونة. ساعتها ابتدوا يزقوا العربية. جاكي شان فاهم المشكلة فورا، نط من العربية بسرعة رهيبة وجرى في نفس اللحظة. لحقوه بسرعة وحاصروه. في اللحظة دي جاكي شان ما بقاش عنده أي اختيار. الحل الوحيد كان إنه ينط من المبنى، مع إن ارتفاعه أكتر من 60 متر والمسافة بين المبنيين أكتر من 10 أمتار. القفزة دي خلت الكل واقف من غير كلام. إتقان جاكي شان لفنون القتال كان حاجة فوق الوصف فعلا.